الكشري المصري في البيت ليه طعم مميز قوي، يختلف تماما عن اللي بناكله من بره. هنعمل مع بعض احلى كشري في البيت بطريقه سهله جدا وطعمه مميز قوي. تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي. هعمل حبه عيش محمص كده مع الكشري. هجيب العيش الشامي اقطعه بالطول واقطعه مكعبات كده بالعرض، وبعد كده احط عليه رشه زيت وملح وكمون وهقلبهم مع بعض واحطه في الفرن على درجه حراره 200 واقلبه من وقت للتاني لحد ما يوصل للون ده ويبقى محمص بالشكل ده. بصل بقى وهو مكون اساسي في الكشري. هجيب بقى بصلتين كبار اقطعهم رفيع جدا عشان يبقى مقرمش معايا. هحط عليه معلقه كبيره من النشا ومعلقه كبيره من الدقيق وهقلبهم مع بعض كويس جدا وفي زيت غزير سخن قوي. هحط بقى البصل بتاعي ولازم اقلبه علشان ما يلزقش في بعضه. هفضل اقلبه لحد ما يوصل للون الذهبي او اللون البني الفاتح شويه، اللي هو اللون ده ما تغمقوش عن كده. هو كده كده لما بيبرد بيغمق اكتر وعشان ما يمررش معاكم هتطلعوه على مصفى مش على مناديل عشان ما يطراش معاكم. وادي بقى بعد ما برد سامعين بقى القرمشه بجد تحفه. عندي بقى ميه سخنه هحط عليها معلقه صغيره من الملح ورشه من الكمون وهنزل بكوبايه من العدس المغسول كويس جدا. انا ما نقعتهوش، انا غسلته بس. وهبتدي ان انا اسلق العدس بالظبط ربع ساعه مش اكتر من كده. المهم ان حبايه العدس تبقى ماسكه نفسها بس في نفس الوقت طريت شويه لانه كده كده هيكمل سوا مع الرز بقى هستخدم الزيت اللي انا قليت فيه البصل، وده انا هستخدمه معايا في اي حاجه هتحتاج زيت، وده اللي بيدي الطعم بتاع الكشري الحلو قوي. حطيت حوالي 4 معالق كبار من الزيت بتاع البصل وحطيت عليه نص كوبايه من الشعريه وهقلبها لحد ما توصل للون ده. بعد كده هنزل بكوبايتين من الرز المغسول ومتصفي من الميه كويس جدا. الشعريه يا جماعه تقدروا تزودوها لحد كوبايه كامله، ده حسب ذوقكم. ضروري جدا نشوح الرز مع الشعريه كويس قوي علشان ما يعجنش مننا. وبعد كده هننزل بالعدس اللي احنا سلقناه بعد ما صفينا منه الميه كويس جدا وهنشوحهم برده مع بعض كويس قوي، مهم قوي. وبعد كده هنضيف بقى الملح والكمون، هنديلهم بقى تقليبه كده وبعد كده هننزل عليهم بالميه المغليه. والميه يا جماعه يا دوبك هتغطيه كده حاجه بسيطه. شايفين بقى مستوى الميه علشان برضو ما يعجنش منكم، ما تزودوش الميه قوي. توطوا عليه النار خالص وتغطوه تسيبوه بقى يستوي براحته ربع ساعه تلت ساعه بالكتير وهيكون مستوي. هنسلق بقى المكرونه ميه مغليه، نحط فيها معلقه كبيره من الملح. وعندي بقى نوعين من المكرونه اللي هي الصغيره والسباكيتي. انا استخدمت ربع كيلو من كل نوع، يعني حوالي اكتر من نص الكيس بشويه لو الكيس 400 جرام. هقلبها من الوقت للتاني بس علشان ما تلزقش في بعضها وبس كده هتبقى جاهزه معايا، يعني 10 دقايق وهتلاقوها استوت معاكم. صلصه الكشري بقى معلقتين كبار من الزيت بتاع قلي البصل، احط عليه معلقه كبيره من الثوم واشوحه كده لحد ما ريحته تطلع. وبعد كده هنزل عليه بمعلقتين كبار من الخل ونص كيلو من الطماطم المعصوره. هقلبهم مع بعض كويس جدا. وبعد كده هنزل بمعلقه كبيره من صلصه الطماطم، معلقه صغيره من الملح والكمون والكزبره الناشفه والسكر، وهديلهم تقليبه. وهوطي بقى النار وهسيبها بقى تتسبك وتتقل كده زي ما انتم شايفين. انا عايزاها تتقل بالشكل ده. تعالوا شموا معايا الريحه، ريحتها تحفه. هنعمل بقى الشطه، معلقتين كبار من زيت قلي البصل هنحط عليهم معلقه كبيره من الشطه ونقلبها كده لحد ما ريحتها تطلع. وبعد كده هننزل عليها بكبشه من الصلصه اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي وتقليبه كده وخلاص كده الشطه بتاعت الكشري بقت جاهزه. والكشري ما ينفعش من غير دقه. هنزل بمعلقه كبيره من الثوم المفروم، معلقه صغيره من الملح والكمون والكزبره الناشفه، نص كوبايه من الخل، ليمونه، كوبايه من الميه المغليه، ومعلقه كبيره من زيت قلي البصل. وهقلبهم مع بعض كويس جدا. وادي دقه الكشري بقت جاهزه عندنا. سخنت بقى المكرونه تاني بشويه من ميه سخنه كده من الكتل، وبعد كده هنزل عليها باربع معالق كبار من زيت قلي البصل وهقلبهم مع بعض كويس جدا. عايزه اقول لكم الحركه دي بتخلي طعم المكرونه في حته تانية خالص وبتخليها بقى كده مش لازقه في بعضها وبتلمع وحلوه قوي. وادي بقى الرز بالعدس بعد ما استوى، شايفين بقى قد ايه مفلفل وحلو جدا. هبتدي بقى اعمل الطبق بتاع الكشري بتاعي. هنحط الاول الرز بالعدس وبعد كده حطيت حبه من الحمص، ممكن تجيبوه جاهز او تسلقوه، وحطيت مكرونه، وطبعا حطيت البصل المقرمش والعيش المقرمش وصلصه الكشري، واوعوا تنسوا الدقه. وادي بقى شكل الطبق النهائي. شايفين بقى شكله يفتح النفس ازاي بجد يا جماعه، شكله تحفه وطعمه كان خطير. انا مش قادره اوصف لكم طعمه كان حلو ازاي. الطبقات تقدروا تتحكموا فيها زي ما تحبوا، في ناس بتحب الرز اكتر، في ناس بتحب المكرونه اكتر، الصلصه والشطه والبصل وكل ده تقدروا تتحكموا فيه براحتكم. جربوه، انا واثقه جدا ان هو هيعجبكم. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد.